عمرك سألت نفسك احنا بنمشي ورا الناس ليه؟ حتى واحنا مش فاهمين رايحين على فين. ليه الناس كلها فجأة تقرر تلبس زي بعض وتضحك على نفس الحاجة وتزعل من نفس الموضوع؟ هل دي صدفة ولا في حاجة أعمق اسمها تفكير القطيع؟ القطيع مش بس مصطلح حيواني، هو وصف الحالة الذهنية بيعيش فيها الإنسان لما يقرر يفكر زي الناس، أو بالأوضح ما يفكرش خالص. تبدأ من ترند على تيك توك توصل لقرار مصيري في حياتك، كل ده عشان تشبه اللي حواليك. بس السؤال المهم ليه؟ الفيلسوف الألماني نيتشه سماهم القضية مش بغرض الإساءة لكن التحذير، وقال إن الأغلبية مش بتفكر، بتعيش على التقليد. وأي حد بيخرج عن التفكير الجماعي بيتهاجم، زي سقراط لما قرر ما يعبدش آلهة إيثينا واتهموه إنه بيخترع آلهة جديدة أو ما بيحترمش الآلهة الرسمية فقتلوه. وزي غاليليو لما قال إن الأرض بتلف حوالين الشمس فحبسوه. التفكير الحقيقي مش بس بيكلفك طاقة، بيكلفك مواجهات. علم النفس بيقول إن عقلنا بيرتاح لما الناس توافقنا. الاختلاف بيخوفك، وإحساس إنك وحدك في الرأي ده بيخلي قلبك يدق بسرعة حتى لو رأيك كان هو الصح. في تجربة شهيرة اسمها Ash Conformity Experiment. جابوا مجموعة أفراد وطلبوا منهم يقارنوا أطوال خطوط، الكل اختار غلط بس الشخص الوحيد اللي اختار صح غير رأيه ومشي وراهم. عارف ليه؟ عشان الخوف من العزلة أقوى من حب الحقيقة. عارف يعني إيه تكون تابع؟ يعني تسلم عقلك وتبقى شبه صورة مطبوعة، تكون في لايف وتقول نفس الكلام، تضحك بس مش فاهم على إيه، تعمل فيديو على أغنية ترند أنت مش فاهم هي بتتكلم في إيه أصلا بس عشان الناس عملتها. كل واحد فينا بيتولد بعقل، بس مش كل الناس بتستخدمه. السؤال الحقيقي مش أنت بتفكر ولا لأ، السؤال هو أنت بتفكر بنفسك. افهم ده كويس، انت مش محتاج تمشي مع القضية عشان تكون محبوب، انت محتاج تمشي مع نفسك عشان تكون حقيقي. اغلبهم هيمشي في الطابور، بس القلة اللي بتفكر هي اللي بتقلب الموازين. تابعنا وخلينا نفكر مع بعض بصوت عالي، ولو وصلت لهنا ما تنساش لايك وشير، سيب لي رأيك في كومنت.